كثير من المشاعر عند عشاق النادي الاهلي، عند اللاعبين. حكم المباراة الطاجيكي الذي يستعد الان لان يعلن بداية احداث المباراة. الارقام تقول الثانية الاولى، وبعد ذلك صافرة بداية المباراة. طبعا الاهلي 2013 نادي اهلي جدة عندما سجلوا الفوز الاخير، لكن انطلاقة بهذه انطلاقة خطيرة، فرصة جميلة. الله، التصدي من الصنبي ومحمد داود، لكن الصنبي قام بعمل كبير. الكرة الجميل في الجهة الأخرى، محاولة التقدم موجودة إيجابية محو طبعا خسارة الديربي أمام شقيق الاتحاد في مباراته والدوري السعودي. موجود في الجهة اليمنى مجرشي. الله ضربة ركنية. بدأت ألعاب النادي الأهلي. ضربة ركنية تصل في هذا المكان. الله، أول محاولات النادي الأهلي، أول تهديد للنادي الأهلي في الكرة الماضية من ريان حامد. انطلاقه رياض محرز ياتي بك الامام، تلعب عاليه في هذا المكان، خطيره. الله، لكن فيرمينو كان متسللا. النهايه حلوه بالمناسبه، النهايه حلوه من جانب حكم المباراه. يحتسب الهدف. نعم، يحتسب الهدف. الفرحة تأخرت شوي لجماهير الأهلي ولفيرمينو، لكن أن تأتي وأن تفرح هذه اللقطة. التسلل غير موجود، انطلق بعد ذلك وجاء بكرة راسية. عملية التأكد من صحة الهدف أخذت وقت طويل. جميل البحث عن هدف ثاني في النادي الأهلي. كرة عرضية بيجا المرور في الكرة الماضية، لكن كرة تبعد وتصل عند حارس المرمى. الشوط الأول فقط من هذه المباراة الآن سيذهب للفار، وغالبا إذا راح للفار غالبا، ما أقول هذه قاعدة، غالبا راح يعود ويحتسبها ضربة جزاء، لأن هم قالوا له في الفار فيها شيء. شوف كلا راح يحسبها. نعم، تقدم، يصدها، وكرة مرة أخرى بتضيع. أحمد باسل يتألق في تصدي لضربة جزاء. الضربة الحرة المباشرة عالية وللأمام، بالراس في الكرة الماضية. مرت أخطر فريق النادي الأهلي، أخطر الله في هذا المكان الخطير. كرة إلى ضربة ركنية، كرة خطيرة في هذا المكان. مرور، هدف. نعم. سجاد جاسم استفاد من كرة في عمق دفاع النادي الأهلي، وراوغ وسجل وأسعد العراقيين على قلتهم في الجوهرات المشعة، ولكنه أسعد العراقيين على كثرهم. جميلة للأمام عن طريق فيجا، محاولة أماما من المباراة. كرة جميلة في هذا المكان. الله على الاستقبال المعتاد من جانب طبعا، لكن المساحات فيها مرور، فيها تقدم، فيها تسديد. الله، يا مجرشي هذا ظهير أيمن. نعم، حققت هذه الجولة، لكن فيجا مرور في الكرة الماضية، وصافرة حرة مباشرة، تلعب عالية بالراس، تنحط الآن، ولكن أيضا تصل خارج أرض الملعب. في شوط أول جيد بالمناسبة نشاهد من جانب الفريقين في محاولة بريكان خطيرة. كرة فريق النادي الأهلي، كرة تلعب الآن، مجرشي سدد. هذه النقلة، هذه اللعبة، هذه التسديدة خارج الملعب. شيخ لقاءات الفريقين، كرة تلعب. الله، صدقني حتى مع الإعادة. الله، هدف للنادي الأهلي. فيرمينو يذهب شاكرا، محيي لزميله فراس البريكان لأن أهداه كرة هدف ثاني.
اهداه كرة مقشرة، قال سجل وابتسم. يا اخي ابتسم، يا اخي ابتسم. اي نعم. هدف ثاني طبعا لنفس اللاعب فيرمينو. الاجانب خطيرة في هذا المكان ولا زالت، ولكنها تبعد. الشوط الاول الدقائق 7 انتهت. ميشاق لا يغيرون معشوقهم اطلاقا. 80 إلى 38 سنة تقريبا عندما قابل ديست بنغال الهندي وفاز عليه بهدفين لهدف واحد. لقد كانت المباراة الأولى في طريق النادي الأهلي الذي كما ذكرت 2012 كان قريبا من البطولة الأولى. كرة الله في هذا المكان، محاولة كان مفضل بالنسبة له المرور في الكرات الماضية. العراقي لكن انطلاقة في هذا المكان خطير. في هذا المكان كرة تذهب تعود تصل. هدف ثالث، هدف ثالث. فراس البريكان، فراس البريكان. هذا المكان اللي يفضله، هذا المكان اللي يحبه، المكان السهل. نعم هدف ثالث لنادي النادي الاهلي، وانا قلت قبل شوي هدف ثالث اقرب للنان. كرة تاتي، فرصة الله رياض محرز ولمساته، رياض محرز هذه اهدافه. رياض محرز يهدي الراقي هدفا راقيا رابعا في المباراة الآن. لما استلمها تعلم أن هناك شيء راقي سير في هذا المكان. السليم زياد الجهني خطيرة، الله لكن التسلل موجود والراية ترفع. وهدف خامس يلغى بالنسبة لرياض محرز، هدف خامس. لا والله هدف خامس، هدف خامس يا الراقي، هدف خامس للنادي الأهلي. 5-1 في الشوط الثاني. انفجر النادي الأهلي، انفجر. صاروا عندنا 2 من سوريا الشقيقة. كرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله انا هكمل معاكم مشروع الآلة حاسبة. المرة اللي فاتت احنا عملنا الارقام كلها من اول 1 لحد 0، وظبطنا الاكس بتاعها اللي هو شمال ويمين، وظبطنا الواي بتاعها اللي هو فوق وتحت. النهاردة بقى ان شاء الله احنا هنعمل الزائد والناقص والفي والعلى واليساوي. هنبتدي اول حاجة خالص بالزائد. هنيجي هنا عند سبرايت ونختار بينت، ونيجي هنا انت بختار الشكل اللي يعجبك. كده انا وريتك واحنا بنعمل الارقام ازاي بختار الاشكال وكده. انت بختار الشكل اللي يعجبك والشكل اللي يناسبك. انا هعملها زي الآلة الحاسبة اللي انا وريتها لكم الفيديو اللي فات. هروح مختار المربع كده واروح دايس كليك واروح ساحب. اغير اللون بتاعه، ممكن اخليه مثلا احمر زي لون الارقام هنا. وانت برضو اختار الوان تكون متناسقة مع بعض زي ما قلت لك الفيديو اللي فات. هتحكم فيه كده، وهاجي هنا كده عند علامة الدايرة دي كده، اروح دايس كليك وساحب. هغير اللون بتاعها، اخليه مثلا اللي هو اللون بتاع السبرايت اللي هو الشكل